بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمناسبة قرب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، هنتعلم إزاي نطبق استراتيجية التعلم الذكي من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تلخيص المعلومات وعمل بنك أسئلة أو رسم خرائط ذهنية أو ملفات صوتية وفيديوز ممكن نسمعها سواء على الموبايل أو إحنا قاعدين أو في أي وقت، أو إنشاء ملفات صوتية وفيديوز للمادة العلمية اللي هنمتحن فيها عشان نقدر نستمع إليها في أي وقت. قبل ما نبدأ، ضروري جدا قبل ما نذاكر نسمي الله، لأن تسمية الله عز وجل سبب في حصول البركة وتوفيق ربنا عز وجل. وما ننساش دعائين مهمين جدا: دعاء قبل المذاكرة: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وفي ختام المذاكرة ما ننساش نستودع اللي ذاكرناه: اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده إلي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. يلا بينا نبدأ. كلنا طبعا عندنا إيميل على الجيميل، هنفتح المتصفح ونعمل ساين إن لإيميل جيميل. هتظهر لنا الشاشة بالشكل ده. يمين النافذة جنب صورتنا هنجد 9 نقط في شكل مربع، هنضغط عليهم هتفتح لنا قائمة بالشكل ده. هننزل لأسفل القائمة ونختار أداة نوت بوك LM، ودي أحد أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، طورتها شركة جوجل. هتظهر لنا الشاشة بالشكل ده. الجزء اللي يهمنا فيها عشان ما نتوهش وعشان نلخص مادتنا هو أمر بعنوان إنشاء دفتر ملاحظات جديد، هنجده على شمال الشاشة. هنضغط عليه، هتظهر لنا الشاشة بالشكل ده. خانة البحث دي مكتوب فيها البحث في الويب عن مصادر جديدة. يعني احنا لو عايزين نبحث عن موضوع معين، سواء رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أي موضوع عايزين نعمل تلخيص فيه، هنكتب العنوان هنا ونقول له بحث. لكن احنا النهاردة عاوزين نرفع ملف ملخص أو كتاب مادة علمية ونطلب إنه يلخصها. ممكن يلخصها لنا في شكل سؤال أو جواب أو ملف صوتي، لكن النهاردة احنا عاوزين نرفع ملخص أو كتاب لمادة علمية ونطلب من الذكاء الاصطناعي إنه يلخصها، ومتاح بالنسبة لنا إنه يلخصها لنا في صيغة سؤال وجواب في ملف PDF أو ملف وورد أو ملف فيديو أو خريطة ذهنية أو تقارير أو ملف صوتي. طيب هننفذ الكلام ده إزاي؟ هننزل لأسفل الشاشة اللي ظهرت، هنجد تحميل ملفات، هنضغط عليها هيفتح لنا شاشة جديدة موجود فيها ملفات الدوكيومنتس. أنا مجهز ملف هنا، هضغط عليه وأقول له أوبن. هيبدأ يحمل الملف اللي أنا حددته في الجانب الأيمن هنا، وبعد ما يخلص هيظهر لي في الجزء ده تحت دفتر ملاحظات، هيديني ملخص حوالي 5 أو 6 أسطر عن الملف اللي أنا حملته بالشكل ده. أنا ممكن أختار مجموعة من الأوبشنز اللي تناسب طريقة مذاكرتي واطلب من الذكاء الاصطناعي انه يلخص لي المادة العلمية او الملف بتاعي بالاسلوب اللي انا عايزه. ممكن اطلب منه ان هو يلخصه لي بملف صوتي او شرائح باوربوينت او ملخص فيديو او خرائط ذهنية او تقارير او بطاقات تعليمية او عمل اختبار او ملف او مخطط بياني او جدول اكسل. هطلب من الذكاء الاصطناعي انه يلخص الملف اللي انا رفعته في صيغة سؤال وجواب عبارة عن 10 أسئلة من خلال كتابة البرومبت التالي: لخص لي هذا الملف في صيغة سؤال وجواب في 10 أسئلة، وهضغط انتر.
هيبدأ يفحص الملف ويحلل البيانات الموجودة فيه ويصيغ لي الأسئلة زي ما أنا شايف. بعد ما خلص بيقول لي إليك ملخص للملف المرفق في صيغة 10 أسئلة وأجوبة تغطي أبرز المفاهيم في علم النفس وعلم الاجتماع. متاح بالنسبة لي إن أنا أعمل مشاركة للملخص دوت. هضغط على زر مشاركة، هتظهر لي النافذة دي. في هنا خانة مكتوب فيها الوصول إلى دفتر الملاحظات. لو أنا اخترت محظور محدش هيعرف يدخل على الأسئلة والإجابة دي غيري. ولو ضغطت على أي شخص لديه الرابط، أي حد هبعت له الرابط هيبقى متاح بالنسبة له إن هو يدخل على الأسئلة والأجوبة. لو أنا عملته عام هيبقى متاح للجميع. أنا هختار أي شخص لديه الرابط وأعمل نسخ للرابط وحفظ، وهجربه من خلال إن أنا أفتح تبويبة جديدة وأنسخ فيها الرابط وأقول له إنتر. فتح لي أسئلة الملف اللي أنا لخصتها بالإجابة كاملة. هنزل تحت خالص، هلاقي هنا مربع، هلاقي هنا شكل مربع مكتوب عليه نسخ. هضغط عليه. هنزل لحد آخر سؤال، هلاقي في الآخر هنا شكل مربع مكتوب عليه نسخ. هضغط عليه وافتح ملف وورد. واضغط كنترول في عشان يعمل لي نسخ، واعمل سيلكت اول، واحدد حجم الخط اللي المناسب ليا. احدد اتجاه الكتابة من اليمين لليسار واقول له سيف. متاح بالنسبة لي ان انا اسيفه بصيغة وورد او بي دي اف، واقدر بالشكل ده ابعت الملف لاي حد من الزملاء يذاكر منه وقت ما يحب. دعواتنا بالتوفيق للجميع، وكل عام وأنتم بخير.